ازيكم عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنبدأ مع بعض فيديو جديد وفيديو حلو وروتين محفز طبعا. ولو اي واحد عنده أوضة زي دي مكركبة او أوضة الكركبة او أوضة الغسيل بمعنى اصح، هنشوف مع بعض هنعملها ازاي ونخليها أوضة ضيوف حلوة محترمة. وتالت أوضة عندي نوم او أوضة نوم تستفادي منها، او لو اي حد عايز يبات عندك، ضيوف دخلت عليكي فجأة وهتبات فانت عندك أوضة. فلازم ايه نستغلها ونرتبها طبعا ونخليها للظروف والحاجات دي. ولازم كده كده يعني ادم هي اوضه كركبه فلازم لها يوم ان هو ايه تيجي وتترتب بقى خلاص ونخليها اوضه محترمه. فزي ما انتم شايفين طبعا جات لي الفرصه ان انا اعمل كده، لان هي كان فيها سرير بس الاوضه دي، فالوقت فيها سرير ودولاب وتسريحه، فطبعا لازم نستغل الفرصه ونخليها اوضه محترمه واوضه كويسه، وايه نخليها اوضه نوم حلوه يعني، ونستقبال اي ضيوف او اي حد، ونخليها على بشكل حلو يعني. وزي ما انتم شايفين اول حاجه طبعا كان فيها غسيل، فيها تنشير عايز يتنشر، فيها غسيل عايز يتطبق. يعني هي على طول انا بستعمل الاوضه كده. الاوضه دي يعني بستعملها كده ليه؟ لان هي اصلا على البلكونه، فبشيل من البلكونه واحط على السرير، شيل من السرير واحط في البلكونه، وهكذا نفس النظام على طول. فهنا زي ما انتم شايفين طبعا مكركبه، والبلكونه طبعا فيها الخشب بتاعه الدولاب كانت لسه ما اتنصبش. زي ما انا عملت الاوضه هديك نصبتها، ودي طبعا كركبت اكتر. بس فالنهارده ان شاء الله هنرتبها مع بعض ونشوف ازاي انا عملتها وطلعت النتيجه ايه في الاخر. اول حاجه بقى طبعا عملت ايه، الهدوم دي طبقتها وخلاص، ووديت كل الهدوم على الدولاب، واللي عايز يتعلق يتعلق. وشلت بقى كل الهدوم كده والشرابات والحاجات الرفيعه دي كلها، والمفارش وشرابات دي اهم حاجه طبعا. شايفين شرابات قد ايه؟ زي ما انتوا شايفين كده لميت كل ده بقى وحطيت كله في الليدلبة. هنا بقى ايه جيت هنا عشان ايه انصب بقى واكمل بقية الدولاب. ما انا طبعا مش هقعد كده ومستنيه حاطه ايدي على خدي عشان ايه استنى اللي يعمل لي. لا طبعا انا الحمد لله فيا صحتي وفيا ايديا، فانا اقدر ان انا ان شاء الله اعمل كل حاجه بايديا. فطبعا لو انتوا شايفين ان انتوا تقدروا قوموا طبعا وما تكسلوش، عشان ايه حياتكم تبقى مرتبه. انا طبعا ما بحبش خالص الكركبه، ما بحبش خالص الكركبه، بحس ان كده حاجه قاعده كده والدنيا كلها مكركبه فوق راسي انا، او انا مش قاعده مش مظبوطه. لو شفت اي حاجه مش مترتبه. فطبعا قعدت يومين على الحال ده، فانا كنت مخنوقه طبعا، وكل ما ادخل الاوضه دي مش عايزه ادخلها خالص. فقلت لا بقى خلاص انا هقوم كده واعملها. فزي ما انتوا شايفين ركبت كده الضلف اللي هي من فوق. طبعا الأوضة بدورين، فركبت طبعا الضلف اللي هي من فوق أول، والظهر بتاع الضلف. وهنا السلمة بقى عايزة تربط بقى، فانت لا تتخيلوا انا حاطة السلمة ازاي واقفة عليها، حاطة فيه شنط جوه الدولاب فيها هدوم، فانا طبعا سندها عليها وصندها على السرير، فكان ربنا سترها معايا بصراحة. زي ما انتوا شايفين كده زي ما انتوا شايفين ربطتها كده وخلاص. طبعا فيروز ما كانتش سايبانا خالص، وعلى طول ماشيه ورايا، وكل ما اقعد شويه بتعيط عليا وعايزاني. هنا بقى المشكله، واللي انا خلاص تعبت بصراحه ومش قادره ومش عارفه، واتخنقت وضيقت اللي هو ايه اخر رف ده. زي ما انتم شايفين طوله 3 متر، لو شفتوا في الفيديوهات اللي فاتت لو انا بنزل الاوضه هو تقيل جدا يعني تقيل تقيل. انا مش بتابع الفيديو مش متهيأله كمان شايلاه خفيف، لا هو تقيل جامد يعني. هنا يعني كنت بحاول بكل الطرق ان انا اطلعه، ما عرفتش خالص، ويوسف جه كده عشان يساعدني. فطبعا يا حبيبي مش هيقدر ان هو يشيل قبالي، هو محتاجه حد ان هو يشيل قبالي. فكنت ما كنتش عارفه، قلت بقى خلاص انا خلاص هسيبه لما يجي الجوز بقى بالليل هو واخويا كده ويشيلوه ويرفعوه، لان هو محتاج حد 2 قصاد بعض ويقفوا كمان الاتنين يكونوا واقفين على حاجه عاليه عشان يرفعوه على طول. لان الحيطه اصلا المكان قصير مش طويل. السقف خلاص يعني انتوا شايفين اصلا السقف عامل ازاي. هنا بقى جم بالليل كده وبعد ما اتعشوا وخلصنا قلت له قوم انت وهو بقى ارفعوا لي بقى ايه الدولاب. زي ما انتوا شايفين كده هو محتاج 2 زي ويترفع قدام بعض هما الاتنين. وركب لي بقى الدولاب بتاعته اللي هي من فوق كده،
هو واخويا كانوا الاتنين بيركبوا قصاد بعض. قلت لهم بقى ارحموني، يعني كفايه ان انا اللي عملته وشلتها ونزلتها. يلا بقى انت عليكم انتوا بقى ايه تركيب الدولاب. زي ما انتم شايفين كده هو خلاص قرب اجى بقى عشان يحط الدراج، ما نفعش لان السرير حايش. فقلت له خلاص مش مشكله، اصلا ما مش هستعملها في حاجه. بس وده بقى كان تاني يوم، هما جم بالليل ركبوها، وانا تاني يوم بقى ايه، تاني يوم بالليل عم خلصت بقى الشغل بتاع البيت والغدا والكلام ده والعيال والمصالح يعني بتاع البيت، وجيت فضيت بقى الاوضه دي بالليل. قلت بقى خلاص انت النهارده اخر يوم معاكي، اخر يوم ان شاء الله، وهتنامي كويسه وحلوه والاوضه هتبقى حلوه. فزي ما انتم شايفين كده رتبت كده وحشت كل الحاجه بقى اللي كانت على الجنب هناك. حاولت ان انا ازق الدولاب على الحيطه، ما قدرتش خالص، يعني هو في شويه كده فتح لسه، فحاولت ما عرفتش. زي ما انتم شايفين كده على الجنب، وهنا بقى ده الكولمان بتاعي كان هناك. حاولت برضو زي ما انا رحت الوقت عشان ازقه ما عرفتش، حتى الدولاب اتفتح لما ايه حركته سنه. هنا بقى نفضت بقى كده ونفضت الحيطان ونفضت بقى الدولاب، عشان كان طبعا مركون في البلكونه الدولاب دي و... والحيطان برضو عشان ايه هو اصلا ايه في اوضه البلكونه، فالبلكونه على طول بتبقى مفتوحه. فزي ما انتم شايفين كده. وهنا السرير بقى، المرتبه اصلا كبيره على السرير، فاصلا منزله منها. فحاولت بكل الطرق كده ان انا ازق شويه عشان ايه حتى تديني ايه 10 سم ولا حاجه ايه وسع شويه. زي ما انتم شايفين كده جبت ملايه بعد ما نفضتها كده وحطيتها عليها كده اهو. زي ما انتم شايفين كده. وهنا برضو المخده بتاعتها كنت حطاها برضو ايه عليها. محدش طبعا بينام خالص هنا على السرير ده، زي ما انتم عارفين، بس تعملوا بس الهدوم. الهدوم بس هي اللي بتنام عليها اكتر حاجه. خلصت كده ورتبت بقى هنا كده، حاطه برضو هو ينفعني برضو في شويه حاجات اللي هو انا مش محتاجاها. هنا المروحه برضو حطيتها هنا ومغطياها، وهنا كان الكاوتشات بتاعتنا اللي هي المغسوله ونضيفه يعني، فبحطها هنا. زي ما انتم شايفين كده خلاص يعتبر ايه خلصت. كنست بقى كده ونضفت الدينة الارضيه زي ما انتم شايفين كده. خلاص انا كده نزلت ايه وعملت الدنيا تمام. انا كده خلاص كنست كده، وكل اللي بكنسه كده بوديه على البلكونه، لان برضو البلكونه ايه هشطفها بمعنى الكلمه، لان بقالي كتير ما جيتش عندها ولا مسحتها ولا كنستها عشان الحاجه اللي كانت فيها كده اهو. وديت كله بقى على البلكونه. انا بقى الضلفه دي كانت مفتوحه، وانا برضو ايه ما بحبش حاجه مفتوحه كده، فحاولت ان انا اقفلها عشان ما يبقاش منظرها وحش. تمام. هجيب بقى ايه، هجيب كده كده وديتهم خلاص، وهجيب بقى ايه امسحها عشان ايه تبقى نظيفة بالمرة كده. تمام خلاص زي ما انتم شايفين. هنعمل حاجة نعملها بالمرة بقى، لان ايه خلاص هي محتاجة تنظيف ونطفت، فمش هتيجي على المسيح بقى والكلام ده. طبعا لو عجبكم الفيديو لحد هنا وبتابعوني، لايك واشتراك للقناة لو اول مرة تشوفوني. ولو عجبكم الفيديو قولوا لي رأيكم، والأوضة بقت شكلها احلى من الاول ولا لا. طبعا فيروز معايا في الفيديو ومش سايباني. تمام كده خلاص. البلكونه بقى، انا البلكونه بتاعتي اصلا يعني ده جايب دوران كده، ومن ورا يعني دوران، فحته ضيقه وحته ايه واسعه زي ما انتم شايفين كده قدامكم. هنا الاطباق دي بتاع الغسيل، وحاجات برضو كانت كده في في البلكونه وكده، برضو شلت كل حاجه كده. وهنا برضو الزباله فلمتها حطيتها في شنطه زي ما انتم شايفين. طبعا القطه مش سايباني خالص زي ما انتم شايفين كده. زي ما انتم شايفين فلميت كده الزباله برضو هنمسحها عشان ايه هي نضافه بالمره كده. مسحتها الاول كده بالشرشوبه عشان لو فيها اي حاجه لازقه تربع كلام من ده كده. زي ما انتم القطه مش سايباني. تمام كده خلاص.
هنا بقى جيت بشيل الشرشوبة كده احطها على الصورة عشان اكب المية، كب المية دي يعني. فراحت وقعت المشابك. ما علينا، خلاص تمام كده. وجيت بقى بالمساحة كده على طول زي ما انتوا شايفين. وكده خلاص ده الشكل النهائي للأوضة. بتمنى طبعا الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا حاجة منه. تمام كده الأوضة بشكلها النهائي، وأتمنى طبعا يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش طبعا اللايك واشتراك للقناة لو أول مرة تشوفوني. ولو استفدتم من حاجة قولولي، وعايزة رأيكم تكتبولي في الكومنتات وأنا إن شاء الله هرد عليكم. ولو في أي حاجة برضو قولولي. وهنا برضو السجادة دي، السجادة دي لها مقطع تاني وانا قصيتها، هي كانت طول كبير بس انا قصيته. هيجي الوقت المقطع. وطبعا بتمنى يكون عجبتكم زي ما انتم شايفين كده. هنا بقى ده المقطع ده نسيت خالص، واتحط في اتحط في الاخر. المفروض يبقى اتحط قبل كده، ما علينا. بس اديك هتشوفوا كده يعني. انا قصيت كده، ده طول كان عندي وانا مش محتاجاه. فقلت كده اما استغله واعمله وافرشه برضو هنا في الحته دي، بحيث تبقى شكل شبه سجاده. يعني هخليها قصاد جنب بعض، واكون استفدت برضو منه، لان اصلا مش محتاجاه وكان مركون كده على السلم. نفضته كده وكنسته وعملته كده زي ما انتوا شايفين. تمام زي ما انتوا شايفين كده، يعني بقت سجاده وكده خلاص. بتمنى طبعا تشتركوا للقناه، والسلام عليكم.